هاد الخساره ديال نهضه بركان ضد الحسنيه مفروشه وبزاف. الجميع عارف باللي نهضه بركان عندها المقابله في الكونفدراليه الافريقيه ضد النادي الرياضي القسنطيني. على داك الشيء عطات الراحه للاعبين في هذه المقابله، ومع العلم نهضه بركان فازت بالدوري المغربي، وعلى داك الشيء المدرب عطى فرصه للاعبين اللي عنده في الاحتياط حتى هما يلعبوا حقهم. ولكن الجمهور كان عنده راي اخر على هذه الخساره. بركان فازت بالبطوله وبعث الماتش للحسنيه. بركان بعث الماتش للحسنيه. الديربي الشمال ما بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني، المقابله اللي ما كانتش سهله على اللاعبين ديال المغرب التطواني، كانوا خصهم ضروري يفوزوا ويجيبوا 3 ديال النقاط باش يتجنبوا المنطقه ديال الهبوط للدرجه الثانيه. واللاعبين ديال المغرب التطواني فاش فازوا على الوداد في كاس العرش اكدوا للجمهور باللي هما قادرين يفوزوا في هذه المقابلات اللي باقي لهم في الدوري. والجمهور حضر في هذه المقابله ديال الديربي بقوه وساند اللاعبين من البدايه حتى للنهايه، واحتفلوا مع اللاعبين بهذا الفوز. والمقابله المقبله غادا تكون ضد الفتح الرباطي في الملعب ديال الفاتح، وكنتمنوا من اللاعبين يقدموا كل ما عندهم ويفوزوا في هذه المقابله، حيت شباب السوالم غادا تواجه الجيش الملكي ويقدر يوقع كما وقع في المقابله ديال نهضه بركان والحسنيه اكادير. يعني اللاعبين خصهم ضروري يفوزوا في هذه المقابله.